هات يا سيدي الفاضل كوباية الشاي المتينة بتاعتك، وتعالى ندردش في حكاية من حكايات التاريخ المصري اللي بتثبت لك إننا كمصريين عايشين على أرض مصر كل شبر فيها ياما شاف وياما شال. احنا عندنا هواية غريبة جدا، بنمشي في شوارع القاهرة الفاطمية والمملوكية وشارع المعز ونبص على الحجارة ونقول الله على الروحانيات وعلى التاريخ، واحنا مش واخدين بالنا إن عبق التاريخ ده في يوم من الأيام كان كله ظلم ودم ومصايب سودة. النهارده ابن بدوي هياخدك من ايدك ونتمشى في اخر شارع من شوارع المعز لدين الله الفاطمي من الناحيه الجنوبيه. هنقف قدام بوابه ضخمه مهيبه بتسد عين الشمس اسمها باب زويله. فوق البوابه هتلاقي مأذنتين طوال جدا شامخين، شكلهم يفتح العين والقلب، مختلفين عن اي مسجد تاني من مساجد المحروس. المنظر ده يا عزيزي لوحده يعتبر بوستر للقاهره الاسلاميه في مصر، تاخده سيلفي وتاخد عليه احلى لايك. لكن لو جيت تسال اي واحد من عواجيز المنطقه وسالته عن المسجد ده هتلاقيه بيبص لك بنظره فيها وقار وحذر شديد، رعب مستخبي ورا سبحه وصلاه على النبي. تحس ان المكان ده مش مجرد شويه رخام وحجاره اتلزقت واتبنت وترصت فوق بعضها، تحس ببساطه ان المكان ده كاره نفسه. تعالوا ببساطه نفصص الحكايه حته حته ونعرف ان جامع المؤيد شيخ في مصر هو اكتر جامع محتاج دكتور امراض نفسيه عشان يحللها. قبل ما نحكي الحكايه اعمل لايك واشتراك عشان يوصلك كل جديد في برنامجكم مع بدوي، ويلا بينا نحكي الحكايه من اولها. من اعماق التاريخ ومن بين الشرق والغرب نروي لكم امجاد العصور مع بدوي. اولا، من زنزانه السجن لمحراب المسجد، نذر المماليك العجيب. الحكايه بتبدا قبل ما المكان ده يكون جامع اساسا، كان مكان سجن اسمه خزانة شمائل. السجن في العصر المملوكي ما كانش مجرد باب مقفول عليك، لا يا حبيبي، ده مكان تخشه إنسان تخرج منه عجينة شاورما. أقصى أنواع التعذيب والجرائم ممكن تتم جوه السجن الإنسان، أقصى أيام ممكن يعيشها بني آدم كانت بتحصل جوه السجن ده. في يوم من الأيام الغبرة اترمى أمير مملوكي شاب اسمه شيخ المحمودي، وده اللي هيبقى بعدين السلطان المؤيد شيخ المحمودي. الراجل ده شاف جوه السجن الويل وسهر الليل والبق والبراغيث والفيران والتعذيب. في وسط العتمة واليأس المماليك بتطلع منهم حتة إيمانية غريبة. الراجل نظر لربنا ورفع ايده للسماء وقال لو ربنا فكها عليا وطلعت من السجن ده سليم أو حي وبقيت حاكم لمصر، أنا هبني مكانه جامع وهد السجن. سبحان مغير الأحوال، الأمير الشاب المسجون يخرج من السجن ويترقى، وزي عادة المماليك يطيح في كل اللي حواليه لحد ما يبقى في يوم من الأيام السلطان المؤيد شيخ المحمودي. وأول ما تولى الحكم على طول ادى أمر بهدم السجن وبناء مسجد مكان السجن ده. كان ممكن جدا يفتكر ان في نفس المكان اللي بيصلي فيه كان متعلق من عرقوبه من كام سنة، وده مش بس تعويض نفسي، ده درس معماري يدرس. القصة ما بتقفش عند السجن اللي بقى في يوم من الايام جامع. المهندس اللي بنى السجن كان راجل عملي جدا، قال لك انا لسه هعمل اساس واطلع بمئذنتين، جه على باب زويلة والبوابة الشامخة بتاعته وراح جاي باني فوق الباب برجاي المئذنتين. في فكرة هندسيا تبدو عبقرية لكن تاريخيا تبدو مرعبة. طب ليه؟ لأن باب زويلة ده هو الباب اللي كان ببساطة منصة الإعدام اللي كان بيشنق عليها أي حد يعارض النظام. أي حد كان يعارض النظام أو يعارض السلطان أو يسرق كان يتعلق على باب زويلة ورقبته تطير عشان يبقى عبرة لمن يعتد. يعني ببساطة المؤذن كان يطلع على ظهر الميزانة يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، وتحته ب15 متر جثث رصة طايرة ومتقطعة وبتنقط دم. تخيل عزيزي المشاهد الكونتراست الرهيب ده، سريالية ما بعدها سريالية. وطبعا أشهر راس اتعلقت على الباب ده كانت راس السلطان المملوكي تومان باي، وده آخر سلاطين المماليك لما السلطان سليم الأول أمر بإعدامه وتعليق راسه على باب زويل. والراس فضلت متعلقة أيام، والمصريين اللي كانوا متعاطفين مع السلطان كانوا كل ما يروحوا ويجوا تحت باب زويلة يقروا الفتحة للسلطان تومان باي. يعني نقدر نقول إن الجامع ده والمأذنتين بتاعته الجمال جدا مبنيين في أكتر مكان في مصر
شرب دم وشبع مآسي. ندخل بقى على الكوميديا السوداء في العصر المملوكي. السلطان مؤيد شيخ كان عايز يشطب الجامع بتاعه تشطيب سوبر لوكس، وطبعا الرخام في الوقت ده كان غالي جدا. فالسلطان يعمل ايه؟ امر المحتسبين ان هم ياخدوا بالرخام من بيوت الامراء والمماليك ويقلعوا الرخام ده عشان يكمل المبنى بتاع الجامع. بالفعل المحتسبين نزلوا وكسروا بيوت الامراء والناس اللي هم الاعيان وسرقوا منهم الرخام وخلعوا العتب عشان يكملوا مسجد المؤيد شيخ. طب الناس هتعمل ايه؟ هتعترض؟ اللي هيعترض رقبته هتطير وتعالى على باب زويلة. فالناس سموا الجامع ده في السر الجامع الحرام في مصر. وطبعا لو اي شرطي او محتسب سمع الكلام ده ممكن رقبة الانسان تطير بمنتهى البساطة. فلما كان حد يقول الكلام ده وشرطي يمسكه كان يقول له لا استنى، ده نقصد الجامع الحرام تيمنا بالمسجد الحرام اللي موجود في مكة، وبدأ للسلطان المؤيد شيخ على بناء هذا الجامع. ولاد الايه بيلعبوا بالكلمات عشان يفلتوا من حبل المشنقة وبيفشوا غلهم في السلطان الحرامي اللي سرق الرخام من بيوتهم عشان يكمل بيه بناء الجامع. طب لو فاكر ان المصايب لحد هنا خلصت، لا استنى، ده في مصيبة اكبر. السلطان المؤيد شيخ اللي كان فاكر ان الكرسي والمنصب هو اهم حاجة قلب على ابنه وقتله ودفنوا جوه الجامع. لكن عدالة السماء جاءت سريعة والسخرية الإلهية ما بتتأخرش. السلطان المؤيد بعد سنوات قليلة مات واتدفن جنب ابنه في نفس الجامع. تخيل معايا عزيزي المشاهد الرقدة الأبدية دي تحت قبة واحدة وفي مساحة كم متر، رقدة الأب القاتل جنب الابن المقتول. طب تخيل عزيزي المشاهد لو في حياة برزخية وهما الاتنين صحيوا وبصوا لبعض. ايه ده؟ بابا صدق انك فصيل، قتلتني وجاي تنام جنبي بعد كام سنة؟ طب كنت سيبني أعيش. معلش يا ابني، حكم القوي، زحزح لي بقى كده شوية وسيب لي مكانك عشان عظمي بيوجعني. أكتر نهاية عبثية ممكن تتخيلها إن الضحية والجلاد في مكان واحد، في مقبرة واحدة، جوه سجن، في جامع مبني ومعمول برخام نسل. طيب نعدي بالزمن شوية ونسيب عصر المماليك ونخش على عصر العثمانيين. بعد المماليك بحوالي قرنين وشوية ايه اللي حصل؟ طيب تفتكروا الجامع ارتاح او العفاريت اللي فيه هديت؟ ابدا. مجموعة من المنشقين على السلطان دخلوا الجامع وتحصنوا بيه، وطبعا لان الجامع محصن ومبني فوق اسوار عالية جدا بدأوا يقاوموا السلطة من فوق الجامع. فالعثمانيين يعملوا ايه؟ جابوا مشايخ الازهر وقالوا له مفتونة الخارجين على الدولة جوه الجامع ومتحصنين بيه وبيهاجموا رجال الدولة، فافتوا لنا فتوى تبيح لنا ضرب الجامع. وبالفعل افتوا لهم بضرب الجامع وتم ضربه بالمدافع. تخيل عزيزي المشاهد بيت من بيوت الله في الأرض اللي المفروض يكون ساحة للتأمل والعظة والتدبر في خلق الله يبقى ساحة صراع وقتل وحصن عسكري من الطراز الأول. دم جديد بيتكتب في السجل الأسود بتاع المكان ده. الجامع ده اتكتب عليه الشقاء من يوم ما كان خزانة شمائل سجن لحد ما بقى مأوى العصابات في العصر العثماني. طب الخلاصة احنا ليه بندور على العفاريت واحنا اساسا العفاريت؟ في النهاية لما تيجي تمشي في القاهرة وتبص على المساجد والمباني والزخارف مستحيل تلاقي جامع شاف اللي شافه الجامع ده. سجن بشع وتعذيب جسدي ونفسي، نهب وسرقة لبيوت الناس الغلابة والأمراء والأعيان عشان الرخام، أب بيقتل ابنه وبيدفنوا في مكان واحد تحت قبة واحدة سوا، حصار عسكري وضرب بالمدافع، كل ده في نفس المربع أو المكان. ولما بتسأل أي واحد من سكان المكان أنت ليه بتحس بانقباض أو ضيق نفس، بيقول لك أصل المكان ده شق، أصل فيه أرواح شريرة جوه المكان، ده فيه عفاريت لابسة جوه الجامع. السؤال الأهم احنا ليه مش بنلاقي المكان بيتقال عليه كده؟ احنا ليه بنلاقي تفسير خارق وميتافيزيقي لمكان شاف كل المآسي دي؟ مفيش أي شؤم ولا عفاريت، البشر اللي كانوا عايشين في المكان ده هم العفاريت. القسوة المملوكية اللي حصلت والظلم البشري وجنون السلطة وعظمة الوجاهة والدم اللي سال على الحجارة هو ده اللي سايب طاقة نفسية تقيلة جدا في المكان. التاريخ البشري في المكان ده يعتبر أبشع وأقصى من أي قصة، سواء قصة من الغولة أو النداهة. المرة الجاية وانت بتعدي قدام باب زويلة وبتشوف المآذن العالية والجميلة بتاعت جامع المؤيد شيخ المحمودي، اقرا الفاتحة لعمك طومان باي وادعي للابن اللي ابوه قتله، وافتكر ان كل حجر في البلد دي وراه حكاية لو اتكتبت في رواية الناس بتقول عليها أفورة. اشوفكم في حلقة جديدة من برنامجكم مع بدوي. ما تنسوش تعملوا لنا اشتراك ولايك في القناة عشان يوصلكم كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.